كان أنا عندي قناعة فكرية راسخة ثابتة، وهي قاعدة معروفة، أقول: أموت أنا ويحيى الوطن. أنا أعتقد أمام الراية الوطني، أمام العلم الوطني، أمام النشيد الوطني، في مثل هذه الأمور يجب أن نرقى بمستوانا، يجب أن نقفز على ما هو ذاتي، ويجب أن نتعامل بأكثر نضجا مع هذه المواضيع. أنا أعتقد هذا الحال إذا كان قد وقع في فريق الفتح الرباطي، هناك مرحلة الجيش الملكي، وأيضا المدرب وليد الركراكي انتقل أيضا إلى الوداد الرياضي، وتغيرت الكثير من الأمور. إذا كان أبعد حريمات بناء على قناعة رياضية فهذا حقه، أما كان إذا أبعد حريمات على بناء على تلك الاصطدام الذي وقع، أنا أعتقد أن المخطئ والمذنب هنا في حق المنتخب المغربي وفي حق كرة القدم الوطنية هو وليد الركراكي. أنا شخصيا أقول في مثل هذه المواضيع يجب أن يكون هناك النضج، ويجب أن يكون هناك نكران الذات، ويجب أن يكون هناك استحضار المصلحة العليا لكرة القدم الوطنية. حريمات أجمع الكل على أنه لاعب يستحق الفريق الوطني المغربي، خاصة بعد تراجع مستويات الكثير من اللاعبين الذين تم استدعائهم من طرف الناخب الوطني. وأقول هنا في هذا السياق عزيزي هيكل أن هناك مجموعة من اللاعبين في المنتخب الأول لم يلعبوا لفترة طويلة. حريمات الآن في الطوب، أنا أعتقد أنه كان من اللازم توجيه الدعوة لهذا اللاعب. وإن كنت شخصيا لابد من أن نفتح قوس الإعلان عن لائحة الفريق الوطني المغربي قبل لقاء النهاية بين المغرب ومدغشقر، أنا أعتبر خطأ فادح، خطأ لا يغتفر. أي رسالة بلغناها للاعبين المحليين وهم مقبلين على المنتخب؟ عمل آخر إضافة إلى عمل الذي يقوم به طارق السكيتيوي. وفي هذا السياق أنا أقول عزيزي هيكل، أفضل شخص يستحق الرقي إلى المنتخب الأول هو طارق السكيتيوي أكثر من أي لاعب داخل المنتخب المحلي.